ماذا يحدث لكيليان امبابي مع ريال مدريد؟ الراجل اللي حرفيا بقى اشبه بالمسخ. يعني تخيل بتتكلم على كيليان امبابي ان هو مهاجم ملوش اي 60 لازمه مع ريال مدريد. والله ولا لا، امبابي دي هي صفقه شكلها مشبوهه من بيريز من 5 سنين يا اسطى. وفاهم انت اللي هو الاذى يا اسطى، مش عايز اجي لكن انت جبتني غصب عنك فاستحمل بقى. وسوء حظ غير طبيعي مع كيليان امبابي نجم ريال مدريد ونجم المنتخب الفرنسي، الراجل اللي قدر يشوط 3 ضربات جزاء مع منتخبه في كاس عالم في نهائي في وسط يجي 7 مليار واحد بيتفرجوا عليه، الا اذا امبابي لحد دلوقتي مش قادر يخش يشوط ضربه جزاء مع ريال مدريد في دوري اسباني في دوري ابطال. ومفيش اقوى من كاس العالم النهائي انك تلعبه وتجيب اجوان. لكن مع ريال مدريد هي صفقه مشبوهه بابن فايزه الصراحه. ريال مدريد يعني الولا يخرب بيت كده ايه ده. انا الحمد يعني ابعت له رافينا طيب من عندنا الاسطوره، ابعت له ابننا لامين يامال يعلمه. انا مش مصدق ان كيليان امبابي النجم الاسطوري اللي كان جاي من باريس حاجه غير طبيعيه، افضل واحد في جيله، يبقى بالحاله دي. انت متخيل ان بعد ما ضربه الجزاء دي ضاعت كيليان امبابي ده هيتصفى عليها قد ايه؟ طب انت عارف نفسيته هتبقى عامله ازاي؟ ده يا راجل لما في ماتش ليفربول ما بين الشوطين والصوره الشهيره ليه ان هو كان بيكلم بلينجهام وساند على الجدار وان هو متضايق والكلام ده، وتحس ان هو بقى الواد وحيد وهو حزين وشخصيته ضعفت. كل ده قبل ما يشوط ضربه الجزاء في الشوط الثاني قصاد ليفربول ويضيعها. انت متخيل؟ فخلاص تمام. وصاب ضربه الجزاء لبلينجهام الماتش اللي فات فجابها. ده طبعا بعيد عن ضربات الجزاء اللي عماله تحسب ريال مدريد كل ماتش دي، بس حقهم فياخدوه عادي. تيجي النهارده كمان وفي ضربه جزاء وفرقتك خسرانه 1-0 وكيليان امبابي مش قادر يستحمل الضغط ان هو يخش يشوط ضربه جزاء ويجيبها. هي في الاول وفي الاخر على فكره بتبقى مجرد حظ، لكن لا، هي فيها برضه نسبه توفيق من ربنا وكل حاجه، لكن في نسبه اجتهاد من اللاعب ان انا اشوطها بقوه ازاي، الشده عامله ازاي، الطريقه، المكان. لكن كيليان امبابي انا واحد برشلوناوي وبقول لك صعبان عليا الحاله اللي وصل لها كيليان امبابي. انا مش فارق معايا ريال مدريد تكسب ولا لا، انا عايزها تخسر وكل حاجه، لكن نجم اسطوري زي كيليان امبابي اللي كان جاي بطريقه غير طبيعيه بيحصل فيه كده، انا مشفق عليه حرفيا.